السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. تصريح ناري من ميسي يفاجئ به النادي الأهلي بعد فوزه على نادي العين الإماراتي، ويهدد الأهلي بعد إقالة صديقه كريسبو من نادي العين الإماراتي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إن كنت محبي النادي الأهلي اعمل لايك واشتراك فضلا وليس أمرا. بعد فوز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، وتأهل الأهلي إلى دور النصف النهائي للقارات والتي سيلعب في قطر الصيف المقبل، من ناحية أخرى صرح نجم الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وأدلى بتصريحات نقلتها موقع أتلتيكال الأمريكي، وقال: لقد تابعت هذه المباراة من أجل دعم مدرب العين الإماراتي كريسبو، فنحن كأرجنتينيين كنا نتمنى نمني النفس بفوز كريسبو في هذه المباراة وتأهل إلى دور النصف النهائي، ولكن للأسف الشديد تم إقالة صديق كريسبو من تدريب العين الإماراتي بعد هذه الهزيمة القاسية أمام الأهلي المصري. وأنا اندهشت صراحة من قوة الأهلي المصري الذي تألق لاعبيه في هذه المباراة أمام العين، وكانوا مثقفون في كل شيء، متفوقون في كل شيء بدنيا وفنيا وتكتيكيا. فهذا النادي نشاهده دائما في كأس العالم للأندية باستمرار. وتذكر في عام 2006 كان معنا في اليابان وقدم مباريات استثنائية في هذه البطولة، وهو أيضا سيكون معنا في كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة هنا في الولايات المتحدة. وأتمنى صراحة أن أواجه الأهلي المصري في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية في انتر ميامي مشارك في هذه البطولة، لكي يأخذ بصقر صديقي كريسبو من النادي الأهلي المصري. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.